السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير، احوالكم طيبه وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم ان شاء الله باش تنوعي في طبيلتك ديال العيد وبخليط واحد غادي نوجدوا جوج ديال الكيكات اللي مذاقهم مختلف، كيجيو لذاذ بزاف واكيد ساهلين في التحضير. فبقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالهم من اول الفيديو للاخر. ديال الكاس ديال الخلاط غادي نديرو 5 ديال البيضات مع كاس ونص ديال السكر. طبعا ممكن ديروا غير بعض البيضات اللي كان عندكم ليمون الصغار، انا عندي شويه غارقين وكبار. كاس ونص السكر، 2 اكياس من الفاني، كاس وربع ديال الزيت، وطبعا غنعبر المكونات كامله بنفس الكاس ديال العنبه. كنزيدوا كاس ونص ديال اللبن الرائب، اللبن اللي كيتباع اما في العلبه اما بالعبار، انا كنستعمل ديال العلبه مع شويه الملح. الا ما بغيتوش ديروا اللبن او ما لقيتوش، ديروا كاس ديال الحليب مع واحد العلبه من الياغورت العادي او لا بشي مذاق اللي بغيتو. طحنت كل شيء مزيان وغادي ندير في واحد البول، وعاد غادي نزيد ما تبقى من المكونات. بالنسبه للدقيق فكندير 3 الكيسان وربع او 3 الكيسان ونص على حساب حجم البيض اللي استعملته، وعلى حساب واش درتو 5 البيضات ولا 4. كيف قلت لك كان عندكم ليمون دوك اللي صغارين ديال او حاضرين ديال الليمون العجيب، فغادي ديروا غير بعض البيضات. بالنسبه لي انا عندي كيف قلت ما غتشوفوا معايا غارقين وكبار، داكشي علاش درت 5. درت 3 ديال الخمارات وغادي نبقى كنزيد دقيق شويه يعني انا درت 2 كيسان مع 3 الخمارات، وغادي نخلط بالطرب هكايا يدوي. ومن بعد غنبقى كنزيد دقيق شويه بشويه. صافي غادي نزيد الكاس الثالث، وانا دائما كنخلط غير بالطراب يدوي حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي شويه تكونش ثقيله بزاف وثاني ما تكونش خفيفه اكثر من القياس. وغادي نقسموها طبعا على جوج كيف قلت. بهذا الخليط غادي نخرجوا جوج ديال الكيكات. الناس اللي كيبغيو ينوعوا طبعا بهذا الكيكه بهذا الخليط النيت ممكن ما نديروش بالكريمه، يعني نديروها كيكه عاديه بالمول العادي اللي محفور من الوسط، نديروها حتى بالفواكه الجافه ونطيبوها ومن بعد نزينوها باللي بغينا، نديروها كبيضاء ولا نزيدوها الكاكاو، لكم الاختيار. يعني كتبقى اقتراحات بزاف، اختاروا منها اللي بغيتو نتوما. صافي هنايا بعد ما كنخلط كنزيد 1 2 أو 3 المعالق ديال الخل. صافي وكنحرك وعاد باش كنقسم الخليط ديالي على جوج. الكميه الاولى غادي نديرها في مول، انا استعملت هذا، اما تدهنوه بالزبده اولا ديروا له الدقيق. انا درت شويه الكوك حتى هو كيجي زوين، وكنديروا القدر بحال هكا. نحاولوا نقسموا على حسب المول ديالنا. انا تقريبا هادو عندي تقريبا قياس واحد. كنقاد وكندخل الفران. انا طيبتها على 170، بعدتها العافيه الفوق غير من التحت حتى بانت ليا بدات كتحمر، عاد شعلت شويه من الفوق. خدات ليا تقريبا واحد 30 دقيقه على 170 او 35 دقيقه. النص الاخر زدت له كاكاو اللي درت له كاكاو، يعني درت واحد 2 ساشيات ديال الكاكاو، زدت ليهم الماء خففتهم وزدتهم هكذايا مع العجينه وخلطت مزيان. صافي وكنديروه في مول اللي مدهون بالزبده، واللي ممكن اننا نزيدوا فواكه جافه الا بغينا نغيروا. كتبقى يعني هاد الاضافه اختياريه. انا زدت شويه اللوز مهرمش مع شويه الكركاع وشويه اللوز ايفيلي، لكم الاختيار. بغيتوا ديروه عادي ديروها عاديه. صافي هكا درتها في غير من التحت وفي الجوانب. صافي ومن بعد عاد درت فوق منها الخليط ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو 14 غرام اللي درت، ممكن تزيدوا طبعا ديروا على حساب اللون اللي بغيت. صافي كنكب الخليط ديالي فوق دوك المكسرات وكندخلوها طيب بنفس الطريقه. طيبتهم انا غير على 170، بعدتهم على العافيه الفوق غير من التحت، وما نطولوش في الطياب ديال هذه الكاكاو لانها كتنشف وكتقصح. يا طيبناها اكثر من القياس 30 دقيقه كافيه. هذه بالنسبه الاولى. ملي كطيب كنحاولوا هكا نحركوا نتاكدوا انها ما لاصقاش، وكنزولها درتها فوق ورقي باش نتحكم فيها ونهزها كما بغيت. واكيد راه درنا الكوك كتجي محمره بهذا الشكل حيت هو اللي كيتحمر دغيا. صافي كنخليوها تبرد وكنوجدوا الكريمه الاولى. غندير فيها 2 معالق ديال النشا او المستحضر كريم باتيسير، كنزيدوا معاهم 2 معالق ديال السكر، وغادي نزيد كذلك واحد الكيس من السكر المنسم بالفاني. نحرك ونزيد 2 كيسان د الحليب واحد بواحد، وانا دائما كنخلط. طبعا الا عندكم مول اللي اصغر ممكن انكم ديروا كميه اثقل من الكريمه. طبعا كاين بزاف ديال الكريمات، انا درت لكم الابسط. طبعا هنا كنخلط وكنحس بها بدات كتغلي، كنزيد واحد 2 معالق كبار من الفرماج اولا الجبن ديال الدهن اولا ديال الطهي اللي بغيتو. ما كانش ممكن ديروا فرماج اولا الجبن مثلث اولا مربع،
اولا ديروا واحد العلبه ديال الجبن طري ديال بحال بيرلي اولا الجوكي. صافي كنخلط كنطفي عاد كنزيدو طبعا وكنخلط مزيان مزيان، عاد كنديرو مباشره ومحدو سخون فوق الكيك. بغيتو مذاق اخر ممكن ديروا الكراميل وتزيدوا معاه قطع ديال الشوكولاته بيض حتى هي كتجي زوينه. صافي درت الكريمه ديالي بسرعه في وسط الكيك، قديتو وخليتو كيبرد مزيان مزيان على ما كنجبد الكيكه الثانيه من الفران. كنخليها غير شي شويه كتدفى ومن بعد كنقلبها حتى هي، ما نبالغوش في الطياب ديالها نهائيا باش ما كتنشفش لينا. اي كيكه ديال الكاكاو ما طيبوهاش اكثر من القياس باش كتجي هشيشه ورطبه. صافي غادي نخليها على جنب ونمشي نوجد الكريمه الثانيه ديال الشوكولا. غنحتاجو 2 معالق ديال النشا او مستحضر كريم باتيسير، غادي نزيدو معاه كذلك 2 معالق ديال السكر، وطبعا كيبقى الحلاوه على حسب الذوق. 2 كيسان ديال الحليب او اكثر او اقل على حسب المول ديالكم والغرق ديالو. 2 كيسان كنخلط حتى كيدوب. كيس من السكر منسم بالفاني اختياري ممكن تستغناو عليه، وانا دائما كنحرك حيت راني شعلت العافيه، فردوا البال باش ما تحقش ليكم. من بعد ملي كيبدا كتسخن كنزيد واحد 100 غرام ديال الشوكولات. انا درت نوعيه جيده يعني فيه نسبه الكاكاو عاليه. درتو بديل الشوكولات، زيدوا الكاكاو كيس او 2 ديال الاكياس باش يعطيكم هذاك المذاق ديال الكاكاو وحتى اللون طبعا. صافي غادي نبقى شويه بشويه كنخلط وكنحرك حتى كيبان لي انه داب وانسجم والخليط ديالي طبعا بدا كيغلي. عاد كنزيد اما معلقه كبيره ديال الزبده واما نزيدو معلقه ديال الشوكولاته ديال الدان، كيعطي لوغو كيعطي حتى داك الكريمه ما كتجيناش يعني كتجي كريميه اكثر. درت معلقه عامره مزيان من لي كريم. غادي نخلط كل شيء مزيان والكريمه ديالي ها هي واجده. كنكون طبعا سقيت الكيك ديالي، كنعتذر بالزربه ما صورتش انني سقيته بالقهوه سريعه الذوبان باش كتجينا الكيكه ديالنا رطبه ومسقيه اكثر. من الاحسن سقيوها، وبغيتو حتى الاولاد تسقيوها بسيرو عادي سقيوها. صافي كنبقى كنحرك حتى كيبان لي نساج وهذيك الكريمه اللي درت دابت. كنزيدها مباشره في وسط الكيك وهي مازال سخونه. بغينا نديرو شي تزيين بحال اللي ندير دابا انا تكون مازال سخونه، بغيتو تخليوها تبرد وتزينوها على حسب الذوق ديالكم بالطريقه اللي بغيتو طبعا ماشي مشكل. هنايا واخا الكاميرا شويه عواجت لي الحمد لله انها باين الناس اللي ما عمرهم شافوا هذه الطريقه. فكناخذوا اما كراميل اما شوكولاته بيض اما صوص شي صوص هكايا بيضاء ومفتوحه على اللون ديال الشوكولات، وكنديروا هكا دائره. اما كنبعدوهم اولا كنقربوهم على حساب الرغبه. ودابا الجو بارد راه دغيا بدات كتجمد ليا الكريمه ديالي. كناخذ واحد الكيردون وكنبدا نخطط هكذا بحال الشكل ديال الملفي، وكنعاودو نديرو باتجاه المعاكس وبسرعه. دائما نخفوا يدينا بهذه الطريقه هذه. صافي وهي واجده، نخليوها تبرد تماما. وممكن نزيدو الاضافه اللي بغينا على حساب الرغبه حتى هكا راها زوينه. انا درت شويه ديال اللوز ايفيلي اللي شويه هرمشتو هكا بيدي ودورتو ودرت شويه في الوسط. وكيبقى كيف كنقول دائما تزيين والتقديم اختياري، انها كيكه ناجحه وحتى الكريمه لذيذه وبسيطه في نفس الوقت. والكيك الاول هنايا كاضافه خليتو حتى برد وسلو خطوط حتى هو من الكراميل او خطوط من صوص شوكولا او نديرو مكسرات. لكم الاختيار. كي كيبغي الفواكه ممكن يديرها، هذا وقت الفريز حتى هي تجي مزيانه. وزينوا وديدوا الاضافات اللي بغيتو. انا اللي عندي بديت كنزيدو من الفوق. المهم عمرت شي شويه ما خليتهاش هكاك خاويه. المهم انها كيف قلت كتجي لذيذه وتنوعوا بخليط واحد بلا كثر تروينه. كيجيو شكلهم زوين مختلفين لا محيت اللون ولا محيت حتى المذاقات. فكنتمنى انكم تجربوهم. وكيف قلت حتى هذه ممكن انكم تسقيوها، راه كتجي رطيبه وخفيفه. جربوهم كيف قلت واكيد يعجبكم. شكرا لكم دائما على الدعم وعلى التشجيع وشاركوا مبروكه، وكل عام وانتم بالف خير. تهلاو لي فراسكم ومع السلامه.